السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. وحشتوني جدا جدا، ما عملناش فيديوهات مع بعض من زمان، ولا صورنا ولا يعني متغيبين كده بقالنا فترة. بس بقى يعني قلنا نرجع لكم بحاجة حلوة كده. نوعي عملت لكم الفيديو اللي فات كان الكبدة، بس كان من غير صوت. قلنا بقى نفتح الصوت ونتكلم كده مع بعض شوية. بس طبعا حبايبي، اول حاجه كده قبل ما نبدا الفيديو متنسوش تصلوا على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ثانيا، اللي مشتركش معايا في القناه يضغط تحت كده على كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو، يفعل زر الجرس اللي جنبها، يختار كلمه الكل عشان يوصله اشعار بكل فيديو جديد ننزله. يلا بينا ندخل في الفيديو. واهم حاجه بقى حطوا له لايك، دي يعني اخر حاجه. هنا بقى نبدا عمل لقمه القاضي او الزلابيه او العوامه على حسب بقى كل بلد. هنا معايا 3 كوبايات دقيق، معلقة من معلقة لمعلقة ونص كده كبار من النشا، معلقة خميرة، رشة ملح، معلقة سكر، وفانيليا. ممكن نحط مثلا نقطتين من اللي هي السايبة دي، يعني نقطتين 3 كده، او شوية فانيليا صغيرين. نقلب بقى المكونات دي كلها كده وهي جافة، وبعدين هنبدأ ننزل بالمية. معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق. انا هنا ضفت اول كوباية. المية لازم تكون دافية، ما تكونش ساقعة يعني، ولا تكون سخنة قوي، يعني ايه، تكون دافية كده. نبدأ بقى بعد ما قلبنا المكونات كده وهي جافة ننزل بالمية. انا الاول حطيت كوباية وضفت نص كوباية. انا عارفة ان هي تاخد اكتر من كوباية ونص، بس قلت هنزل بالتدريج علشان نوع الدقيق. طبعا نوع الدقيق بيختلف من نوع للتاني، يعني ممكن 3 كوبايات ياخدوا كوباية ونص مية، ممكن ياخدوا اقل، ممكن ياخدوا اكتر. بس هما كده اخدوا معايا كوبايتين من المية. انتوا يعني طبعا بيختلف من يعني ايه من نوع دقيق للتاني، بس اهم حاجة انا هوريكم شكل العجينة في النهاية، ده اللي احنا عايزين نوصله. يعني قوامها بيبقى مايل لقوام الكيك كده، بس ده بيبقى تقيل شوية. شايفين لما تيجي تسحبوه بالمعلقة يقطع كده، يبقى فيه تقطيع. ده بقى القوام المظبوط للنتيجة النهائية لعجن لقمة القاضي. هبدأ بقى ايه، ان انا خلاص كده اسوي العجينة والمها في الطبق واغطيها بكيس ستريتش، وهي اغطي عليها كده واسيبها لغاية ما تتخمر. طبعا هي بتتخمر عشان حطينا خميرة. لازم يا جماعة بقى ايه نسيبها كده ترتاح وتاخد راحتها معانا. على ما تخمر كده نروح هنا على البوتاجاز معانا نجهز بقى الشربات او الكتر او المية بسكر. معايا هنا كوبايتين من السكر. مش شرط يكون سكر ابيض على فكرة. انا لما باجي اعمل شربات عادي بعمله بالسكر اللي هو الغامق، لانه مش هيفرق وكده. هنا بقى حطيت كوبايتين من السكر وكوباية ونص من المية. هو مثلا لو عايزينه تقيل هيبقى كوبايتين سكر وكوباية مية، بس انا مش عايزاه تقيل قوي، يعني ايه، يكون ما بين البنين، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. فحطيت كوبايتين من السكر وكوباية مية. وهنا بدهن اطراف الحلة بفرشة فيها مية علشان وهي بتغلي كده ايه ما تسكرش وما تعملش تكتلات سكر كده في الاطراف. اول بقى ما يبدأ يغلي معانا، انا ما قلبتش ولا عملت حاجة، السكر فضل كده داب لوحده مع سخونية النار وكده. اول ما يبدأ يغلي ننزل بعصير ليمونة ونقطتين من الفانيليا. لو عندك اللي هي الفانيليا اللي هي البكاوي دي حط ظرف من الفانيليا، بس الفانيليا دي تسيبوها للاخر خالص بعد الغليان وبعد الليمون وكده. خلاص كده غليت معانا وطفينا. نرجع بقى العجينة بتاعتنا. هي طبعا ما خمرتش بالسرعة دي، هي فضلت لها شوية، يعني هي ما كملتش ساعة كانت خمرت. بس انا ما عملتهاش على طول، يعني انا عملتها قعدت يمكن 3 4 ساعات، علشان ايه، قلت اعملها بعد الغدا وكده وتبقى جاهزة معايا على طول كده ناكلها وهي سخنة ومقرمشة كده وجميلة. هنا بقى نلم الاطراف لانها طبعا خمرت وطلعت لاخر البولة. لم الاطراف كده وبس كده ناخدها بقى ايه على البوتاجاز على طول. هنا معايا طاسة يكون فيها زيت غزير، يعني مثلا لو نص الطاسة زيت. احنا هنكلف شوية في الزيت يا جماعة، هنضحي بس طبعا يعني الزيت مش هيخلص كله. فهنا بقى اهم حاجة بقى معانا، هنجيب طبق كده يكون فيه شوية زيت صغيرين، ندهن ايدينا بيه، ندهن كافة ايدينا كده والمعلقة الصغيرة. هنا هنستخدم المعلقة الصغيرة اللي هي بتاعة الشاي. فندهن ايدينا من الزيت علشان العجينة تطلع معانا كده بسهولة.
ونسحبها كده بالمعلقة زي ما انتم شايفين. المعلقة كمان لازم تكون فيها زيت مبللة يعني من الزيت علشان العجينة ما تلزقش فيها. فيعني هي الأهم بقى خطوة هنا علشان العجينة ما تطلعش عاملة معانا أشكال غريبة كده وأشكال مرعبة، لازم ايدينا تكون مبللة من الزيت والمعلقة كمان نبلها كده ايه من وقت للتاني، ونسحب كده بالمعلقة وننزل في الطاسة على طول وبس كده. يعني حاجة مفيش اسهل من كده بصراحة، ونتيجة جميلة. طبعا هي اللي هتقولوا اللي هنستخدم المعلقة الصغيرة كراتها هتبقى صغيرة، هو اصلا عجينة اول ما بتنزل في الزيت بتبدأ ان هي تنفش كده زي ما انتم شايفين، حجمها بيزيد. فلو استخدمنا المعلقة الكبيرة يعني هنلاقي كور بقى. هنلاقي كور كرة قدم. فهي المناسب المعلقة الصغيرة. ونبدأ بقى نجيب برضو المعلقة الكبيرة هيكون ليها دور في كده. هنقلب نحاول ان احنا لو في تشابك كده ولا حاجة نفكه، لان طبعا بيبقوا يلتصقوا مثلا 2 في بعض 3 في بعض. ففكيها كده اول ما تبدأ ان هي تغير لونها. طبعا ايدينا فيها في التقليب على طول عشان ما تحمرش من جهة وجهة لأ، ولو احمرت من جهة وجيتي تقلبيها على الجهة التانية هتقوم قلبة تاني على الجهة المحمرة. فايدك فيها على طول كده علشان تبقى عايمة معاكي كده وجميلة. يا دوبك تاخد لون اصفر كده، لون ذهبي فاتح قوي، نطلعها من الزيت ونكون حريصين على ده. اول ما تبدأ تاخد لون واحنا ايدينا كده فيها في التقليب نهدي النار علشان ما تحمرش معانا على ما نطلع الكمية. يعني نهدي النار كده ونطلعها كده على طول ونصفي كويس من الزيت، لانها طبعا هتحمر معانا على مرتين. علشان كده انا بقول يا دوبك تاخد لون، يا دوبك تصفر كده تاخد لون ذهبي فاتح ونطلعها على طول. هنرجع نحطها تاني بس لما تبرد. شايفين كده شكلها جميلة ازاي ومدورة وحلوة وحاجة حلوة يعني حاجة لذيذة. بس هنطلع كده بقى نحطها على جنب على ما نجهز على ما نعمل الدور التاني. يعني هي عملت معايا طاستين والطاسة التالتة يعني ما كانتش مليانة اوي. هنرجع نعمل برضو بنفس الطريقة، ايدينا في الزيت وكل حاجة بنفس الطريقة الاولانية. هنعمل لغاية ما نخلص بقى الكمية اللي معانا. طبعا يا جماعة لما طلعت الدور الاولاني الزيت كان سخن قوي، فانا طفيت النار يعني نص دقيقة كده عما الزيت هدي وولعت تاني. لما نيجي ننزل كده بالزلابية النار تكون ولا هي حامية قوي ولا هي باردة قوي، بين البنين كده. خلصت كل الكمية اللي معايا. هبدأ بقى من اول دور انا قليته، هبدأ ان انا احطه يحمر بقى تاني. دي بقى المرحلة التانية يا جماعة، لانها بتحمر معانا على مرتين. ليه بقى؟ علشان تفضل مقرمشة معانا. لو حمرناها كلها على دور واحد مش هتبقى يعني مش هتبقى مقرمشة قد كده، هتبقى مقرمشة في ساعتها ولو عدى عليها شوية هتطرى ومش هتبقى لذيذة. فعشان كده احنا بنحمرها كده على لون فاتح شوية، نطلعها تهدى نرجع نحمرها تاني عشان تدي معانا قرمشة كده وطريقة يعني تكون ناجحة في النهاية. طلعت كده اول دور. جيت هنا بقى الشربات طبعا كان بارد، الشربات لازم يكون ساقع يعني يكون بارد. معلش بس يا جماعه انا بعتذر عن الاضاءه لان الستاند مش عارفه ماله وما بنورش ليه، مع اننا ما عملناش بيه حاجه والله لسه يعني. يلا بقى الحمد لله على كل حال. المهم النتيجه في الاخر ده كده شكله بعد ما طلعته من الشربات. معلش كنت فصلت الفيديو. وجبت هنا الدور التاني برضو هنقلبه في القطر بتاعنا او الشربات بتاعنا. نقلب بقى كويس. طبعا لازم يكون لسه طالع من الزيت. لما نحمر بقى للمرة التانية يطلع من الزيت على الشربات على طول. يعني الزلابية او لقمة القاضي تكون سخنة والشربات يكون ساقع. شايفين بقى ما شاء الله جميلة وشهية ولذيذة. على فكرة ما بتاخدش وقت ولا بتاخد حاجة، هو بس ممكن اول مرة حد يعملها يستصعب الدور شوية، بس بجد حد يعني سهلة ومكوناتها موجودة في البيت وسريعة. وانا بصراحة بحبها وبحب اعملها. زينتها كده بشوية شوكولاتة اللي هي الالوان دي وبس كده. ودي النتيجة في الاخر. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا. عايزاكم تجربوها بقى وتقولوا لي رايكم. بس اهم حاجة اللي جرى معايا الفيديو وما سمعنيش كده في البداية او سمع وطنش، يلا بقى انزلوا حطوا لي لايك جميل كده واشتركوا في القناة فضلا وليس امرا. عايزين القناة تكبر وتتفعل. واشوفكم على الف خير مع الف سلامة. استنوني في فيديوهات تانية جديدة. مع السلامة.